لان بالتأكيد في الوقت القادم قد ينضر النادي الاهلي ليس جمهور النادي الاهلي. امامية المحاولة عند متعب، عدى من رامي صبري، عماد متعب، عماد يا عماد يا متعب، وما يكسرش اللي معاه متعب، والفنان متعب من اول المباراة يسجل الاول للنادي الاهلي. عماد متعب استغل واحدة، تريكا قطع الكرة، رجعت لوليد سليمان، بينية لعماد، عدى من رامي صبري، ابو جبل ما كانش متخيل الكرة لكن ما يخسرش اللي معاه متعب. اهي رجعت وادي التمريرة الامامية من وليد سليمان، عماد قطم كويس برامي صبري، هنا قلة الخبرة عند يونس، لكن عماد بقى صعب، ويا عماد يا متعب الاول لمصر في الدقيقة الثانية. اهي الكرة، ادي بقى رامي صبري، لو كان حط رجله او لو كان شد عماد كان خد ضربة جزاء، لكن طبعا بالتأكيد معذور يونس، احمد يونس معذور لقلة خبرته، ولكن محدش يغلط قدام عماد متعب، والفنان بيسجل الهدف الاول. التماس لمصلحة النادي الاهلي، في بلوكات بتقابل كويس جدا وضغط كويس جدا من لعيبه انبي على لعيبه الاهلي، لكن الانتشار احسن بالنسبه للاهلي. تريكا بيحاول واسامه رجب معاه، وايه بقى هي ركله جزاء للاهلي وانذار على اسامه رجب، انذار على اسامه رجب وركله جزاء للاهلي. محمد ابو تريكا جوه منطقه الجزاء وفيها ركله جزاء. اللقطه ايه دي يا كابتن زيزو، واللقطه ايه دي يا كابتن خالد، ودون في كشكولك يا كابتن تامر وقول لي ايه اللقطه دي فيها ايه. ادي الاعاده وادي تريكا مع اسامه رجب، ما اقدرش احدد، اتفقت اني ناسي النضاره، اتفقت مش هتكلم عن التحكيم تاني، لكن اللقطه دي بكامل قراراتها عند الاستوديو التحليلي. ركله جزاء للاهلي في الدقيقه 34 من احداث شوط اللقاء الاول. ابو تريكا جوه منطقه الجزاء في كره مشتركه مع اسامه رجب، بيحتسبها حكم المباراه ابو تريكا، وابو تريكا هو اللي هيسجل ولا هو اللي هيضيع. وابو جبل في مواجهه ابو تريكا 6 اهداف سجلها ابو تريكا في انبي، بيبحث ابو تريكا عن هدفه السابع، بالمناسبه هو اللي متصدر الهدافين في المواجهات المباشره ما بين انبي والاهلي. تريكا وابو جبل وابو تريكا الثاني للاهلي، محمد ابو تريكا يسجل الثاني للاهلي في الدقيقه 35، يبقى الاهلي 2 انبي لا شيء. هو ابو تريكا يسجل هدفه في الدوري المصري، وهنا قدامنا كده مانويل جوزيه يعني بيحيي ابو تريكا، واحمد فتحي بيسلم على تريكا، وده بالتاكيد يعتبر هدف هديه الميلاد بالنسبه لابو تريكا اللي اتم ربيعه الرابع والثلاثين. ابو تريكا بيركن على يمين ابو جبل اللي بيروح للزاويه الشمال، واحلى احتفال بعيد الميلاد لابو تريكا، هديه لعيبه الاهلي لابو تريكا. على الارض صبحي بيستلم، ضغط حسام غالي، لكن صبحي عمل الكنترول عند ابو العلا. ترجع الكره مره ثانيه، اسلام عوض مع الكره، اسلام يسلم من الشمال، ترجع مرة تانية عند ناصف، بيعدي ناصف، لعب البينية حلوة، ابو العلا يلعب بالعرض، خبطت جت في القائم وعبد الظاهر، والاول لمصلحة انبي، يا ولد يا عبد الظاهر بيسجل الهدف الاول لانبي في مرمى النادي الاهلي. الكرة اتلعبت، خبطت وغيرت اتجاهها، خدعت شريف، جت في العارضة ورجعت، كمل عبد الظاهر سجل الهدف الاول لانبي. يا ولد ادي ابو العلا لعب الكوره، جت في وائل جمعه، صعب على شريف، رجعت عند عبد الظاهر اللي سدد في مرمى شريف اكرامي. بقى الهدف الاول لمصلحه نادي انبي في الدقيقه 50. تبدا المباراه كده تحلو، وادي الاعاده وادي الهدف وادي ناصف وبينيه حلوه عند ابو العلا، وجت في رجل وائل جمعه، ردت من العارضه، سيد معوض حاول يغطي لكن عبد الظاهر كان اسرع في على ارض الملعب. ولاعيبه الاهلي هيخرجوا الكره ولا ايه؟ وادي حسام غالي ينقل اللعب على الارض. فتحي يلعب عند وليد سليمان اللي بيعدي، وليد سليمان يلعب واحده طويله، تريكا استلم، تريكا يرجع، وليد سليمان بيسدد، وليد سليمان جول الثالث للاهلي.
الاهلي. ووليد يا وليد يا سليمان بقى بيحط دانة مدفع، بيحط تسديدة قوية وبيسجل الثالث لمصلحة النادي الاهلي، والفرحة ترجع لمانويل جوزيه. وليد سليمان بدأ الهجمة عند تريكا، هي تريكا رجع وادي وليد سليمان يا ولد تخبط في العارضة وتدخل في المرمى، يبقى الثالث لمصلحة النادي الاهلي. ادي تريكا وادي وليد سليمان ردت من العارضة ودخلت في المرمى. وليد لعب واحدة عالية عند تريكا، استلم تريكا هدى كده، وادي حل من الحلول الفردية اللي اتكلمت عليها. ادي هنا اسامة، مدافعة كانت على وليد سليمان. عبد الظاهر عايز يعدي لكن قفل حسام غالي، وحكم المباراة قال العب. ديفونيه فتح اللعبة في اليمين، محاولة شعبان والتاني الانبي، محمد شعبان يسجل التاني الانبي، راح انفراد صريح هو وشريف اكرامي، والتاني لمصلحة نادي انبي. محمد شعبان بيسجل التاني. ادي الكورة نبص حسام غالي وعبد الظاهر، وقف حسام وحاول وضغط كده مع عبد الظاهر، وصلت لأسامة رجب او ده ديفونيه والبينية، وادي شعبان يا ولد في مرمى شريف اكرامي بيسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي انبي. 82 دقيقة، 3 الاهلي و2 انبي. وادي هنا شعبان، نبص بقى شعبان يا ولد حط لوب حلو